السلام عليكم. الفيديو ده هيبقى مرجع ليك وقت ما تحتاجه ترجع له، يعني لو عايز تشتري تليفون جديد او مستعمل او حابب تقارن بين تليفونين من شركات مختلفة، عشان اقولك في عيوب ومميزات موبايلات كل الشركات دي. بس قبل ما نبدأ ولا نتكلم في اي حاجة، خلينا اتفق معاك اني مش هرشح موبايل بعينه ولا شركة محددة. هقولك بس عيوب ومميزات، وانت في اخر الفيديو هتلاقيك من نفسك عرفت ايه الموبايل اللي يناسبك. وكمان يا عم في اخر الفيديو هعرفك ازاي تختار الموبايل المناسب والمثالي. ونبدأ بسامسونج. أهم وأكبر عيوب سامسونج هي الشبكة. الشبكة في كل أجهزة سامسونج ضعيفة وبتعلق، يعني لو كنت في مكان مفيش فيه شبكة وخرجت منه غالبا الشبكة مش هترجع لوحدها، لازم تعمل وضع طيران وترجع تلغيه عشان الشبكة ترجع تشتغل. هي ما بتحصلش كتير بس بتحصل، وحصلت معايا أنا شخصيا أكتر من مرة مع إني كنت بستخدم جهاز فلاج شيب. وتاني عيب في أجهزة سامسونج سرعة الشحن. سرعة الشحن بطيئة قوي وضعيفة بالنسبة للمنافسين، بس انا من وجهة نظري ان ده مقصود من سامسونج. سامسونج لسه عندهم تحفظ من ايام النوت 7 واللي كان بيحصل فيه وفي بطارياته. وما نقدرش ما نحطش في عيوب سامسونج البصمة في اجهزة سامسونج كلها برضو بلا استثناء سيئة، وسيئة قوي. لو قلت لا البصمة حلوة والبصمة شغالة كويس يبقى انت ما جربتش اجهزة تانية. انا جربت بصمات اجهزة كتير من سامسونج واجهزة فلاج شيب، قارنت نوت 10 واس 20 و22 و23 بجهازي انا الشخصي بي 30 برو بتاع هواوي. فرق السماء والارض بالبصمه. بصمات سامسونج لازم تضغط على الشاشه عشان البصمه تقرا، وحتى لما بتقرا بتاخد وقت على ما تفتح، عكس الجهاز التاني ده يا دوب تلمس الشاشه، حتى ما بتلحقش تلمس الشاشه والجهاز بيفتح. اما بقى مميزات اجهزه سامسونج فخد عندك بقى يا سيدي. واحد، الاعتماديه. كفايه انك بتشتري جهاز من سامسونج وكفايه اسم سامسونج وتاريخها. اتنين، الشاشات، ودي اللي ما بيختلفش عليها اتنين. شاشات سامسونج احسن شاشات موجوده في السوق، او احسن شاشه ممكن تلاقيها في موبايل هي موبايلات سامسونج. وبرضه خد يا عم كمان في المميزات سوفت مليان اوبشن، كل اللي محتاجه واللي مش محتاجه هتلاقيه في السوفت ده. هو كان تقيل شويه بس سامسونج اشتغلت عليه كتير لحد ما بقى سلس وخفيف، ولو اشتغلت عليه مش هتلاقي فيه مشاكل. وخد عندك كمان الكاميرات. كاميرات سامسونج من احسن كاميرات الموبايلات، مش احسن، من الاحسن. بعيد عن الارقام اللي بتسمعها او تقراها عن كاميرات سامسونج او حتى عدسه الكاميرا نفسها، اللعبه هنا في السنسور. سامسونج دايما بتستخدم سنسور من اتنين، يا اما السنسور بتاعها هي من انتاج سامسونج يا اما سنسور من سوني. وطبعا معروف ان السنسورين دول احسن سنسور كاميرا موبايلات. ونروح لهواوي. من اكبر واهم عيوب اجهزه هواوي هي خدمات جوجل. وما تقوليش شغاله كويس وبقى ليها حلول، حتى لو كلامك صح واتفقت معاك فهي مش شغاله زي الاجهزه اللي بتدعم جوجل رسمي. مش عايزين نتكلم في النقطه دي كتير عشان فيها خلافات كتير، ولكن انا بقول لك ده من عيوب اجهزه هواوي. وتاني عيب في اجهزه هواوي هو التحديثات. هواوي بتتاخر قوي في تحديث اجهزتها، بس هقول لك انا وجهه نظري على حد ما انا فاهم يعني. هما شايفين ان السوفت مفيش فيه مشاكل، فبالتالي مش محتاج اعمل تحديثات عشان اصلح المشاكل دي. بس يا باشا التحديثات مش معالجة عيوب بس، التحديثات اضافات. اندرويد كل يوم في جديد، وكل يوم اضافات جديدة بتضاف في تحديثات اندرويد. وكل الشركات حواليك بتحدث باضافات جديدة وبتاخد الاضافات اللي جوجل بتعملها وبتضيفها في الواجهة بتاعتها، الا انت المستخدمين بتوعك بيزهقوا. وبعد كده حوار كارت الميموري ده، هو مش في كل الاجهزة ماشي، بس الاجهزة اللي كده ليه تفرض على المستخدم انه يستخدم كارت الميموري بتاعك انت بس وما يعرفش يحط في التليفون بتاعه اي كارت ميموري تاني؟ هتقولي عشان الامان واحنا مأمنين الكروت دي ومتوافقه مع السوفت والكلام ده احنا فاهمينه. طب كنت تعملها من غير كارت ميموري، يبقى الجهاز ما بيدعمش ميموري وخلاص، وبرضه عشان الامان. ولما نتكلم بقى عن مميزات اجهزه هواوي فهكلمك على حاجه مهمه قوي 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 لحد بكره ولحد 3 ايام جايين. اجهزه هواوي فيها توافق عجيب ورهيب بين السوفت وير والهاردوير. كل حاجة في الهارد معمول لها حاجة في السوفت عشان تطلع أحسن حاجة فيها، والنتيجة سوفت وير مستقر وسلس مفيش فيه مشاكل. عمرك ما تواجه أي مشكلة في سوفت وير هواوي. هو ما فيهوش اوبشن كتير والسوفت تحسه صغير كده وملموم، لكن كل اللي محتاجه هتلاقيه. وزي ما كلمتك عن الكاميرات في سامسونج هكلمك هنا برضو عن الكاميرات، ولكن هنا في اختلاف بسيط شوية. كاميرات هواوي في الفلاج شيب هي التوب، ودايما ليها نصيب الأسد في تقييم المواقع العالمية للكاميرات. يعني باختصار كده احسن كاميرا موبايل في الفلاج شيب هتلاقيها هي كاميرات هواوي، وبالتحديد سلسله البي. وبرضه في الفئه المتوسطه بتنافس مش غايبه يعني. ده بقى غير الشبكات القويه قوي اللي مش هتلاقي فيها اي مشكله. وبرضه عايز اكلمك عن جوده تصنيع الهاردوير.
انا فكيت اجهزه كتير من هواوي، وبصراحه من اكتر الاجهزه اللي ببقى شغال فيها وانا مطمن. تفك الجهاز وانت مش قلقان منه ومش خايف الجهاز يعمل معاك حاجه زي الاجهزه التانيه اللي بنفكها وبنشوفها من شاومي وانفينكس وحاجات تانيه هيجي دورها بعد. والدور على اوبو. وهنا مش هتكلم على عيوب لوحديها ومميزات لوحديها، هوصف لك اجهزه اوبو وانت هتفهم لوحدك. بص يا سعاده الملك، دايما اجهزه اوبو بتنزل اسعارها غاليه بالنسبه لمواصفاتها، وده لان اوبو دايما بتمسك العصايه من النص. هاردوير ضعيف بس معاه سوفت وير قوي، المستخدم يمسك الجهاز يلاقيه كويس بيعمل له كل اللي هو عايزه. لكن ميزه بقى عن الشركات التانية او حاجه تفرق جهاز اوبو عن الشركات التانية، لا. وعشان كده دايما تلاقي اغلب مستخدمين اوبو من الناس اللي استخدامهم بسيط، يعني استخدامهم سوشيال ميديا بس. اما بقى الناس اللي بتستخدم الموبايل استخدام تقيل وبتدوس على الموبايل قوي في الشغل، بيبقى محتاج عتاد قوي في الموبايل يستحمله. والناس دي غالبا هي الناس اللي بتفهم في الموبايلات قوي او الناس اللي بتشتغل في الموبايلات عموما. مش كل الناس اللي بتشتغل في الموبايلات عشان مش كلهم بيفهموا، ولكن الناس اللي بتستخدم الموبايل استخدام تقيل ده بيبقى محتاج عتاد قوي في التليفون يستحمله. وعشان كده الناس دي ما بتفضلش اوبو ابدا، وتلاقيهم دايما ميالين لسامسونج وهواوي عشان العتاد القوي اللي في التليفون. وعشان ما تفهمنيش غلط، انا بتكلم عن اسعار، يعني ما تروحش تقارن جهاز من اوبو ب 10 15 الف جنيه بجهاز ب 5 6000 جنيه من انفينكس ولا شاومي وتقول لي لا الجهاز شغال كويس اهو وما بيعملش حاجه وما بيهنكش ومش لا. قارن في السعر. شاومي، أكبر وأهم عيوب أجهزة شاومي هي إن مفيش فيها بنص جنيه توافق بين الهاردوير والسوفت وير. شفت الكلام اللي قلناه على هواوي؟ هنا بقى العكس، مفيش توافق خالص بين الهاردوير والسوفت وير، والنتيجة مشاكل كتير وعيوب كتير قوي في السوفت. وشاومي مؤخرا عملت سوفت جديد خاص بيها بس لسه ما بينش كرامات، لسه بقى مش عارفين هيبقى زي القديم ولا هيبقى سوفت وير محترم والناس تقدر تعتمد عليه. وتاني حاجة أو تاني عيب في أجهزة شاومي هي الحساسات. معظم أجهزة شاومي مفيش فيها سنسور أصلا، وبيعملوا شغل السنسور بالسوفت وير، ولأن السوفت وير أصلا بايظ فبيغلط كتير وبيعمل مشاكل كتير. وعيب كمان عايز أقولك عليه في أجهزة شاومي الكاميرا الأمامية. دايما الكاميرا الأمامية في أجهزة شاومي ضعيفة وأقل من المنافسين في نفس الفئة السعرية. أما بقى مميزات أجهزة شاومي فبصراحة مش لاقي حاجة غير الشكل والسعر. جهاز شكله حلو وسعره رخيص. حتى السوفت شكله حلو بس شكل بس، تيجي تستخدم السوفت تلاقي فيه مشاكل كتير. وبرضو احقاقا للحق، بعض الاوقات او في بعض الاجهزه شاومي بتحط عتاد قوي، يعني اوقات بتحط معالج قوي بس سوفت ضعيف، السوفت مكتف المعالج مش عارف ياخد حريته. فبرضه تلاقي مشاكل في الاستخدام بسبب عدم توافق السوفت مع الهارد، بسبب ان مفيش توافق مع السوفت وير مع الهاردوير. عتاد قوي وسوفت ضعيف، عكس اجهزه اوبو. اوبو بتلعبها صح، بيحط عتاد ضعيف بس بيحط سوفت وير قوي يشغله. فانت وانت بتستخدم الجهاز ما بتحسش ان العتاد ضعيف، لانها بتستهدف الناس اللي بتستخدم الموبايل استخدام خفيف ما بيلاحظش الحاجات دي. لكن شاومي بقى عامله زي الواحد اللي عامل فيها برم، عامل قرم. شوف انا بحط ايه، شوف المعالج ايه، شوف ايه واعلانات وبتاع، وتيجي تستخدم الجهاز تلاقيه فيستك. يا ريت بس الناس بتوع شاومي ما يزعلوش مني. ونيجي لانفينكس. انفينكس اصلا شركه اقتصاديه، يعني اجهزه رخيصه، فما تستناش تاخد منها احسن حاجه. وبصراحه في ناس كتير بتظلم انفينكس لما بتقارنها بشركات تانية. طب يا عم ما تقارنها بالسعر، انت بتقارن جهاز اقتصادي من شركه اصلا مصنفه انها اقتصاديه بشركات تانية، شركات اجهزتها بتنزل غاليه والمفروض انها مصروف عليها. فما تقارنش ده بده. عايز تقارن قارن برضه في السعر. انت كمستخدم استخدامك بسيط واشتريت جهاز رخيص وعارف امكانياته، برضه مش هيزعلك. الجهاز هتلاقي فيه كل اللي انت عايزه وهيعمل لك اللي انت عايزه في حدود استخدامك. وهتلاقي في الجهاز كاميرا حلوة وشبكة حلوة وبطارية دايما قوية، وطول ما انت بتستخدم الجهاز استخدام معقول ما بتدوسش عليه قوي مش هيضايقك، لكن لو ضغطت عليه في الاستخدام هيزعلك. وتعالى بقى اقول لك عشان تشتري الجهاز الصح تعمل ايه. هتبص على الفيديو اللي هيظهر لك ده، لازم تشوف الفيديو ده لو هتشتري تليفون جديد، كنت شرحت فيه اكتر او اهم الحاجات اللي لازم تبص عليها في الموبايل اللي هتشتريه. فيديو مهم قوي وهينفعك لو عايز تشتري تليفون او عايز تغير تليفونك اللي معاك. وبس كده خلصت. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك، ولو ما عجبكش اعمل له برضه، واشترك في القناه لو مش مشترك، وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.